المناسبة في الحقيقة هي اللي تعبر. رانا في بلاصة من طاهرة من الأراضي في المقبرة، ومقبرة قديمة كما قال الحاج. معنى هذا يدل على النية الصافية وعلى النوايا الطيبة وعلى الحب تاع البلاد. هذا راح، وهذه راح والله راني فرحان بها. علاه؟ لأن المجمع هذا جمل لنا الكبار تاع البلاد واللي رانا نعتمدوا عليهم إن شاء الله في الراي، نعتمدوا عليهم في المشورة، نعتمدوا عليهم في كل كبيرة وصغيرة. وهذا الكبار شهم جابونا شباب. راه هنايا لداخل راه جمعيات، راهم صحافة، راهم إعلاميين، راه حركات جمعوية، راه فيها مخلطة لداخل، فيها شباب صغار. هنا هذا التواصل ما بين الكبار وما بين الصغار، هذا الجيل، هذه النعمة اللي تحوس عليها البلدية اللي راهي إن شاء الله تعود. هذا المجمع هذا راه يعود بادرة تاع خير اللي راح تبدا ان شاء الله مع بالرجال تاعها، بالشباب تاعها، بالراي، معناها ما يبخل علينا حتى واحد برايه ولا بفكره ولا اللي يشوفها مليحه رانا نديروها. مقبره ثانيه ان شاء الله راه حق من الحقوق. هذا راهي مقابر كيما راهي تعتبر من المنشآت اللي تابعه البلديه. كذلك عندها بيجي تطالها، عندها عساس، عندها حياة، عندها صور، عندها إلى آخره. إن شاء الله كي تجينا الفرصة حنايا كي نطلبوا لهذه المقبرة، نطلبوا لها الصور. طبعا مش راح نديروا كاع المقابر، راح نديروا لهذه المقبرة بطلب من المجتمع المدني، بطلب من الشباب، بطلب وثاني كذلك راهي جات بسام الطريق كبيرة، وراهي كذلك نحتاجوها في المستقبل باش ثاني ندفنوا فيها وكذا ونحيوها ومكسب من المكاسب تاع البلاد تاعنا وتاع التاريخ تاعنا. وحاجه قلنا اللي ناكدها باللي والله اللي راه يعني واي واحد من الشباب راه فرح بهذه الجلسه الطيبه اللي راه جملونا الكبار وعطاونا رايهم بكل صدق وبكل امانه وبكل بساطه، ما فيها لا بوليتيك ولا كذا ولا فهمت، فيها النيه الصادقه. احنا ثاني ان شاء الله نكونوا في المستوى هذا من الكلام اللي قلتوه. والله هذا المجيء اللي راهم جاوا الشباب والشيوخه ثاني نعودوا ان شاء الله نقدروه ونخدموا به، مش في المقبره برك، حتى في الراي تاع البلاد. حتى وراك ممكن الفتره هذه هي معصره شوي، ولكن ما تسويش العصر هذا، رايحه بربي ان شاء الله نشقموها وتمشي. ودائما يرجعوا للراي. حتى هذا في الاخيرا راهي اخيرا برك راه كاين اجتماع داروه في الولايه بيحسنوا تأهيل الخدمات تاع المرافق تاع المواطن. تأهيل هذه راه لجنة جديدة. هذه اللجنة راهي فيها اللجنة الولائية وكذا، وتعتمد على الكبار وتعتمد على الجمعيات، الجمعيين، وتعتمد هم اللي يثروها وهم اللي يراقبوا وهم اللي العيون تاع البلدية. والبلدية مفتوحة لكل واحد في الليل في النهار بالراي. وحنا والله ما نبخلوا عليكم الا ما قدرنا لها ان شاء الله. وراهي امانه ومقدرين الامانه حق التقدير. وكذلك عارفين حنايا المشيه تاع حياتنا هذه حياه راهي تمشي. التغيير هذا الاجتماعي راه يمشي، والتغيير هذه به يعود لازم يكون كاين قيم لازم يحافظ عليها الواحد، الدين والاخلاق والعلم والقرايه والراي وراي الكبار وراي الصغار وراي الشباب. هذا اذا كان كاين هذول رايحه العمليه ما تعودش فيها الارتجاليه، ويقل الخطا ما دام الواحد يمشي مع جماعه. الخطا يلحوا النقاش صحيت والحوار والمشوره هذه اللي تتنحي الخطا ويقل الخطا ويتبارك الخدمه وينجح فيها الواحد. وبارك الله فيكم وشكرا للشباب والسلام عليكم ورحمه الله.